ايه الحاجه الحرام اللي نفسك تكون حلال؟ ده السؤال بقى اللي بيضايقني. معظم الحاجات اللي بنعملها عارفين ان هي حرام، يعني الولاد مثلا والسجاير اللي بيشربوها عارفين ان هي حرام وبيعملوها، ان هم التحرش اللي بيعملوه في البنات عارفين ان هو حرام وبيعملوه. السجاير. التدخين مثلا؟ لا دي مكروهه مش حرام. كلنا عارفين التدخين حرام ومؤذي ومضر للصحه. دراجز، شرب مخدرات؟ بجد والله؟ طب هي حرام ولا حلال؟ لا حرام. مثلا الكذب ممكن عشان اطلع نفسي من الموضوع اكذب عشان تعدي. حاجات حرام كتير بصراحه. اكيد بعمل حاجات حرام. وانتي؟ مفيش حد مثالي للدرجه ما فيش حد فيه غلط، ما فيش حد ما بيعملش حاجه غلط خالص. قصة الشعر، قصة الشعر دي حرام بس انا عاملها قصة الشعر دي حرام، بس اللي هو انا نفسي انها تبقى حلال. انا عارف انها حرام بس بعملها برضه. معاكسة البنات. بكلم بنات كتير. ممكن امشي مع واحده بتاع بس بمورد الله برضه. بمورد الله. هو في اللي انت تمشي مع واحده بمورد الله؟ ايه؟ اللي انت تمشي مع واحده بمورد الله؟ كصديقه واخت. هو لابس البنطلون، ممكن ان انا ببين شعري، ممكن ان انا بلبس بناطيل. بس النوم مع البتنجان. لا مش تحرش. امال ايه؟ في يعني اشرب. اقول لك ايه؟ الحريم. تحب الحريم؟ ماشي مع حريم؟ لا. انت كداب. لا. طب الحلال اسهل ولا الحرام؟ لا الاثنين. العيال بص اهو بيقولوا لي حرام. مثلا نبص على البنات وكده، حتى اللي هو بحبه حرام، عارف ان هو غلط، مش عايزه يبقى صح، انا عارف ان هو اصلا غلط. الحريم. اعتقد برضو ان احنا بنحلل لنفسنا اصلا حاجات حرام. اكيد الحرام اسهل بكتير. الحرام اسهل طبعا. كمان لله لوحده، الانسان طبعا كل ابن ادم خطاء وخير خطاؤون التوابون.